يتوقعه البعض لحظة الإعلان عنه. تمام. من وجهة نظر حضرتك ترى مين الشخص الأقدر لرئاسة البرلمان؟ أنا هفضل الإجابة عن المعايير ونشوف تنطبق على مين من الأشخاص. يعني أنا هقول أنا اختياري كنائب هحط لنفسي كده معايير علشان أقيس عليها الأسماء اللي مطروحة قدامي، فأقول أنا هصوت لمين. أنا عايز راجل خلفيته القانونية معتبرة، عايز راجل ليس له لون سياسي صارخ أو انتماء حزبي سابق حاكم يصنفه تصنيف معين يخليه يبدو أثناء رئاسته للجلسات إنه مع وضد، وده هيصعب عليه إدارة هذا التشكيل أو هذا الخليط المتنوع جدا. ده مش برلمان الحزب الوطني ذو الأغلبية الكاسحة اللي رئيس المجلس بيدير إدارة هادئة، لأنه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الوطني يملك إنه يمنح ويمنع عن الأعضاء، فيقدر يقول لهم اسكتوا فيسكتوا ويتكلموا بحساب فيتكلموا بحساب. عايز راجل سماته الشخصية فيها مقومات القيادة من حيث الصبر، سعة الأفق، القدرة على الحوار. دي سمات شخصية جنب العوامل التانية الموضوعية من الإلمام بثقافة قانونية ودستورية كافية، وزي إنه راجل ما يبقاش حزبي أو متحزب أو الأعضاء هيحزبوا. شوف بقى مين من الأسماء هينطبق عليه الكلام ده، وبعدين نبدأ نفاضل في الأسماء اللي مطروحة حتى الآن. الأسماء المطروحة أو المتداولة، محدش تقدم لرئاسة البرلمان لأنه ده ما فيش حد راح قدم طلب إنه يتقدم لرئاسة البرلمان، لكن في الأسماء المتداولة للأمانة العامة للمجلس. ما فيش حاجة اسمها الأمانة العامة للمجلس، ده كلام برضو من الحاجات اللي يعني إيه حزنت أثناء النقاشات اللي دارت بين الأعضاء في ورشة العمل إنه البعض كان يلتمس طلبات من موظفين في حين إن هو اللي هيملك صنع القانون اللي ينظم العملية دي. يعني النائب هو الراجل اللي هيحط القانون، مش اللي هيطلب من السلطة التنفيذية. والزملاء في الأمانة العامة ناس محترمين بيأدوا واجبهم وبيشتغلوا، لكن هم في نهاية الأمر إيه؟ موظفين. لو أنت مصر على إجابة يعني في الأسماء المتداولة حاليا، لا أجد من يصلح لرئاسة البرلمان. ومن وجهة نظر حضرتك برضه السؤال ده مش على ده برضه خلي بالك، ده سؤال اعتبره من الحاجات اللي تطلع للموقع النهارده. يعني انت ممكن لما تيجي تنشر ده بعد اسبوع في شخصيه يبقى في اسماء ليها وزن وليها اعتبار وليها احترام. عشان كده انا قلت لك انا هجاوب بمعايير مش باشخاص. حضرتك طيب كمان الخلاف؟ انا نجحت على المقعد الفردي المستقل، وعندي حاجة ملتزم بان انا ما اعملهاش طول ال5 سنين، ان انا اغير الصفة اللي انتخبت على اساسها كوني مستقلا. اما فكرة التحالفات فانا النهاردة مش معاها، هفضل مستقل. لكن اذا لقيت في لحظة من اللحظات تكتل شبهي وانا شبهه، مش هيبقى في مانع ان انا استأذن الناخبين في دايرتي ان اظل مستقلا وان انسق في اعمالي مع هذا التكتل.